بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في مقهى الخوارزمي لتعليم الرياضيات. النهاردة إن شاء الله تعالى حصة رقم 11، وهناخد فيها الدرس الأول من الوحدة الثانية، التعبيرات والصيغ الرياضية، وهناخد كمان جمع وطرح الحدود الجبرية. نبدأ بالتعبير الرياضي. التعبير الرياضي في منه نوعين، في منه تعبير عددي وفي منه تعبير رمزي. التعبير الرمزي اللي هو المقدار الجبري. التعبير العددي بيكون عبارة عن أعداد وبينهم عمليات حسابية، طرح أو جمع أو ضرب أو قسمة. 5 ناقص 3 زائد 2، أعداد وعمليات حسابية، يبقى تعبير عددي. 18 على 6، أعداد وعمليات حسابية، عملية قسمة، تعبير عددي. 5 في 8 ناقص 4، أعداد وعمليات حسابية، ضرب وطرح، تعبير عددي. 65 زائد 43، أعداد وعمليات حسابية، جمع، تعبير عددي. التعبير الرمزي أو المقدار الجبري. التعبير الرمزي أو المقدار الجبري هيكون فيه رموز وأعداد وعمليات حسابية. إكس زائد 5 ده مقدار جبري. اللي يفرق بينه وبين التعبير العددي، هنا في رموز هنا مفيش. المقدار الجبري هيكون فيه رموز، التعبير العددي ما فيهوش رموز، أعداد بس. إكس زائد 5 ده مقدار جبري. 3 واي برضه مقدار جبري، في أعداد وفي رموز وفي عملية ضرب. إم على 5 ناقص 3، إم على 5 ناقص 3 رموز وأعداد وعمليات حسابية، فده مقدار جبري. ال في ربع، رموز وأعداد وعمليات حسابية، مقدار جبري. باختصار شديد، التعبير الرياضي في منه نوعين، في تعبير عددي وفي تعبير رمزي اللي هو المقدار الجبري. التعبير العددي أعداد، والمقدار الجبري هيكون فيه رموز، هتلاقي فيه حروف. تعالوا نشوف المعادلة والمتباينة والصيغ الرياضية. المعادلة. المعادلة هي جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي بين تعبيرين رياضيين. الإكس تعبير رياضي والخمسة تعبير رياضي، في بينهم علامة يساوي، فدي كده معادلة. إكس بيساوي 5، جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي بين تعبيرين رياضيين. الإكس تعبير رياضي والخمسة تعبير رياضي، وفي بينهم علامة يساوي، فدي كده معادلة. واي بيساوي 5، في بينهم علامة يساوي، يبقى دي معادلة. 2 ام زائد 3 بيساوي 13، طالما فيها يساوي تبقى معادلة. 5 ار ناقص 2 بيساوي 23، جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي بين تعبيرين رياضيين، تبقى معادلة. المتباينة هي جملة رياضية تتضمن علاقة تباين بين تعبيرين رياضيين. علامات التباين أكبر من وأصغر من، أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي. إكس تعبير رياضي و8 تعبير رياضي، وفي بينهم علامة تباين، فده كده متباينة. إكس أكبر من 8، العلامة بص على الإكس، العلامة بص عليها يبقى أقول أكبر من. إكس أكبر من 8 دي متباينة. واي أصغر من 13، العلامة بص بعيد عن الواي، بص بعيد عنها هتقول واي أصغر من. واي أصغر من 13، في بينهم علامة تباين تبقى متباينة. إما أصغر من أو يساوي 5، في بينهم علامة تباين يبقى دي متباينة. اف أكبر من أو يساوي 3، في بينهم علامة تباين تبقى متباينة. هي جملة رياضية تتضمن علاقة تباين بين تعبيرين رياضيين. الاف تعبير رياضي والثلاثة تعبير رياضي، وفي بينهم علامة تباين، فدي كده متباينة. الصيغة الرياضية. الصيغة الرياضية عبارة عن قانون. أخذنا قوانين في الابتدائي، محيط المربع
وأخدنا مساحة المربع، وأخدنا محيط ومساحة المستطيل، وأخدنا مساحة ومحيط المثلث. دول من أهم القوانين اللي المفروض تكون عارفهم. محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. كنا بنرمز لطول الضلع بالحرف S، وكنا بنرمز للمحيط بالحرف B. فالبي بيساوي S في 4. B هيساوي S في 4، ده قانون. فدي كده صيغة رياضية. طالما قانون تبقى صيغة رياضية. مساحة المربع، مساحة المربع ده قانون. مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. طول ضلع المربع بنرمز له بالرمز S، لما تضربه في نفسه يبقى S في S. المساحة اريا، أول حرف في كلمة اريا، اختصار كلمة اريا مساحة. المساحة بتساوي S في S. S يعني طول الضلع، هتضربه في نفسه S في S. محيط المستطيل، المستطيل فيه بعدين، فيه طول وفيه عرض. لو عايز تجيب محيط المستطيل هتجمع الطول زائد العرض وتضربهم في 2. تجمع الطول زائد العرض وتضرب في 2. المحيط B بيساوي 2 في L زائد W. هنجمع الطول زائد العرض نضربهم في 2. الطول كنا بنرمز له بالرمز L، والعرض كنا بنرمز له بالرمز W. يبقى L زائد W ونضربهم في 2. مساحة المستطيل، المساحة بتساوي الطول في العرض. الطول هو L والعرض هو W، والمساحة A. ال A هيساوي L في W. مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع. القاعدة كنا بنرمز لها بالرمز B، والارتفاع كنا بنرمز له بالرمز H. نص BH. المساحة A والقاعدة B والارتفاع H. ال A بيساوي نص BH. النص مضروب في ال B مضروب في ال H، يعني نص في B في H. ال B القاعدة وال H الارتفاع. محيط المثلث بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. اجمع أضلاع المثلث يديك محيطه. القوانين اللي احنا قلناها قدامك دي تعتبر كلها على بعضها كده صيغ رياضية. أي قانون هيبقى صيغة رياضية. يبقى احنا كده عرفنا التعبير الرياضي، وعرفنا ان التعبير الرياضي بينقسم الى نوعين: تعبير عددي ومقدار جبري. اخذنا كمان المعادلة وعرفنا انه بيكون فيها يساوي. اخذنا المتباينة وقلنا هيكون فيها علامة تباين. اخذنا الصيغة الرياضية وقلنا عبارة عن قانون. تعالوا نشوف المسائل بتاعتها ممكن تجيني ازاي في الامتحان. عبر عن كل مما يأتي بصورة رياضية مناسبة مبينا نوعها. رقم 1: ضعف العدد x مضافا إليه 5. ضعف العدد x يعني هنضربه في 2. لو عايز تجيب ضعف أي عدد اضربه في 2. لو عايز ضعف الخمسة هضربها في 2. 2 في 5 ب10، يبقى ضعف الخمسة 10. لو عايز ضعف ال50 هضربها في 2. 2 في 50 ب100، يبقى ضعف ال50 100. لو عايز ضعف العدد x هضربه في 2. 2 في x ب2x مضافا إليه 5، يبقى ضعف العدد x اللي هو 2x مضافا إليه 5. هنضيف له 5 يبقى زائد 5. 2x زائد 5. طيب ده ايه نوع الصورة الرياضية؟ نوع الصورة الرياضية مقدار جبري، فيها أعداد ورموز وعمليات حسابية. طالما فيها رموز تبقى مقدار جبري. مقدار جبري فيها رموز وما فيش يساوي يبقى مقدار جبري. إنما لو فيها يساوي هتبقى معادلة أو صيغة رياضية. وعشان نفرق بين المعادلة والصيغة الرياضية، الصيغة الرياضية بتكون قانون. لو ما كانش قانون تبقى على طول معادلة. رقم 2: عمر سالي منذ 5 سنوات، يعني من 5 سنين عدوا. إذا كان عمرها الآن إكس سنة، هي عمرها حاليا إكس. احنا عايزين نعرف عمرها من 5 سنين. لو عايز تعرف عمرها من 5 سنين هتطرح عمرها الحالي ناقص 5. لو انت عندك 15 سنة وعايز تعرف عمرك من 5 سنين عدوا، هتطرح 15 ناقص 5. 15 ناقص 5 بيساوي 10، يبقى عمرك كان 10 سنين. نفس الكلام، هي عمرها حاليا إكس. لو عايز أعرف عمرها من 5 سنين عدوا هطرح إكس ناقص 5. هاخد من عمرها الحالي 5 سنين، يبقى إكس ناقص 5. إكس ناقص 5
مفيش يساوي وفي رموز يبقى مقدار جبري. لو مفيش يساوي يا إما مقدار جبري يا إما تعبير عددي، طالما فيها رموز تبقى مقدار جبري. رقم 3، مستطيل بعداه x و y. المستطيل ليه بعدين، الطول والعرض، ومساحته 36 سنتيمتر مربع. مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، ده قانون. المساحة بتساوي الطول في العرض. المساحة ب 36 والطول x والعرض y، أو الطول y والعرض x أيا كان فيهم. المهم دول البعدين اللي هم الطول والعرض، هنضربهم في بعض يبقى x في y هيساوي 36. دي المساحة، هكتبها x في y. x في y يعني x y بيساوي 36. طيب اللي قدامك دي ايه؟ او نوع الصورة الرياضية دي ايه؟ فيها يساوي. فيها يساوي وقانون، طالما قانون يبقى على طول صيغة رياضية. صيغة رياضية. السؤال رقم 4، الوسط الحسابي للعددين x و y لا يقل عن 18. الوسط الحسابي احنا عارفينه، اخذناه في سنة 6 ابتدائي. الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهم. هتجمع الاكس زائد الواي وتقسم على عددهم. هم كام قيمة؟ هم قيمتين، هم عددين، فهنقسم على عددهم يعني على 2. الوسط الحسابي للعددين x و y هيساوي x زائد y على 2. ماله الوسط الحسابي؟ لا يقل عن 18. أول ما تسمع كلمة لا يقل أو لا يزيد تفهم إن دي متباينة. طيب هو لا يقل عن 18 يعني ممكن يكون 18 وممكن يكون أكبر، بس مش هيقل عن ال 18، مستحيل يبقى 17. يبقى الوسط الحسابي لا يقل عن 18، ممكن يكون 18 وممكن يكون أكبر. فكده هقول له x زائد y على 2 اللي هو الوسط الحسابي، x زائد y على 2 اللي هو الوسط الحسابي، ماله؟ أكبر من أو يساوي 18. هو ممكن يساوي 18 وممكن يكون أكبر، فكده أكبر من أو يساوي 18. اللي قدامك دي فيها علامة تباين، طالما فيها علامة تباين تبقى متباينة. محيط المثلث B. محيط المثلث بنرمز له بالرمز B إذا كانت أطوال أضلاعه A و B و C. أطوال الأضلاع A و B و C، احنا عارفين إنه محيط المثلث بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. محيط المثلث بيساوي مجموع أطوال أضلاعه. هتجمع أطوال الأضلاع، هتجمع ال A زائد ال B زائد ال C هيديك المحيط اللي هو ال B. هكتب B بيساوي اللي هو المحيط، هنجمع طول الضلع الأول اللي هو A زائد طول الضلع الثاني اللي هو B زائد طول الضلع الثالث اللي هو C. فاحنا كده كتبنا قانون، قانون محيط المثلث مجموع أطوال أضلاعه. فكده دي صيغة رياضية، طالما قانون يبقى صيغة رياضية. رقم 6، مساحة مربع A. المساحة بنرمز لها بالرمز A. طول ضلعه L. المربع طول ضلعه L، عارفين انه مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. المساحة A هتساوي طول الضلع في نفسه، يعني هضرب L في L. الضلع ب L يبقى هضرب L في نفسه، L في L. A بتساوي L في L، دي قانون، طالما قانون يبقى صيغة رياضية. آخر سؤال في الجزئية دي، الدرجة التي يحصل عليها الطالب X ليجتاز الاختبار هي 15 على الأقل. الطالب ده عشان يعدي في الاختبار وينجح على الأقل يجيب 15 درجة. على الأقل يجيب 15 درجة، يعني ممكن يجيب 15 ويعدي، ولو جاب أكتر من 15 برضه هيعدي، بس ما ينفعش يجيب أقل من 15. فكده يا إما الدرجة بتاعته تكون 15 أو أكبر من 15. الدرجة هي X، فالدرجة لازم تكون يا إما 15 يا إما أكبر من 15، يعني أكبر من أو يساوي. الإكس أكبر من أو يساوي 15، هو لازم يجيب 15 أو يجيب أكبر، فالدرجة بتاعته هتكون أكبر من أو يساوي 15. طالما فيها علامة تباين تبقى متباينة. نروح نشوف الحد الجبري وأنواع الحدود.
الحد الجبري. الحد الجبري ممكن يكون عدد زي الخمسة. الخمسة ده حد جبري. ممكن يكون 10. ال10 ده برضه حد جبري. ممكن يكون 275. 275 ده برضه حد جبري. أي عدد هيكون حد جبري. وممكن يكون متغير. متغير زي الإكس. الإكس ده متغير، فهو كده حد جبري. ممكن يكون واي. الواي برضه حد جبري. ممكن يكون إكس واي. إكس واي برضه حد جبري. دول متغيرين، الإكس متغير والواي متغير، فده كده حد جبري. الواي حد جبري. الإكس حد جبري. ممكن يكون عدد ومتغير بينهم ضرب وقسمة. ممكن يكون عدد ومتغير في نفس اللحظة وبينهم ضرب وقسمة، زي سالب 2AB. سالب 2AB ده اسمه حد جبري. السالب 2 مضروب في الA والA مضروب في الB. هو لما تجراها سالب 2 في A في B، 3 أعداد مضروبين في بعض. في عدد وفي متغيرين، المتغير الأولاني A والمتغير الثاني B. أعداد ومتغيرات وبينهم ضرب وقسمة اسمه حد جبري. 4 واي. الأربعة مضروب في الواي. الأربعة عدد والواي متغير وبينهم ضرب اسمه حد جبري. 3 إكس. التلاتة مضروبة في الإكس، عدد ومتغير وبينهم ضرب اسمه حد جبري. يبقى الحد الجبري يا إما يكون عدد زي الخمسة أو ال10 أو ال275، أي عدد اسمه حد جبري. وممكن يكون متغير زي الإكس وزي الواي. ده متغير وده متغير، ده حد جبري وده حد جبري. ممكن يكون إكس واي. الإكس مضروب في الواي ودول متغيرين، فدول كده حد جبري. ممكن يكون عدد ومتغير بينهم ضرب وقسمة. سالب 2AB عدد مضروب في متغيرين، فده كده حد جبري. 4 واي عدد مضروب في متغير، فده كده حد جبري. 3 إكس عدد مضروب في متغير، فده برضو حد جبري. طيب الحدود دي ليها أنواع. ممكن يكون حدود متشابهة وممكن تكون حدود غير متشابهة. الحدود المتشابهة والحدود الغير متشابهة دول أنواع الحدود. الحدود المتشابهة نعرفهم إزاي؟ هتلاقي الرمز يساوي الرمز، الرمز هيساوي الرمز، والأس هيساوي الأس. تعال نشوف الحدين دول. 2 إكس وسالب 5 إكس. الرمز هو الرمز، ده إكس وده إكس، والأس هو الأس. هنا إكس أس واحد وهنا إكس أس واحد. لما تلاقيها إكس كده تعرف إن الأس بتاعها واحد، فالأس هو الأس والرمز هو الرمز، فدول حدود متشابهة. ما يهمكش الأعداد اللي قدامهم، السالب 5 والاتنين، ملناش دخل بالمعاملات. احنا اللي يهمنا الرمز والأس بتاع الرمز. لو الرمز نفس الرمز والأس نفس الأس يبقى الحدين دول حدين متشابهين. فكده 2 إكس شبه سالب 5 إكس. سالب 7 إكس تربيع واي و3 واي إكس تربيع. هنا إكس تربيع وهنا إكس تربيع. الرمز هو الرمز والأس هو الأس. هنا 2 وهنا 2. هنا واي وهنا واي. الرمز هو الرمز والأس هنا واحد والأس هنا واحد. يبقى الرمز هو الرمز والأس هو الأس، فدول كده شبه بعض. ما يهمناش الأعداد. هنا 3 وهنا سالب 7، ما يهمناش الأعداد، اللي يهمنا الرموز. الإكس تربيع هي الإكس تربيع. الواي هو الواي. إكس تربيع واي هي واي إكس تربيع، مضروبين في بعض. عملية الضرب إبدالية. واي إكس تربيع هي إكس تربيع واي. يبقى الحدين دول حدين متشابهين. 3 إم تربيع وتلت إم تربيع. اللي يهمك الرمز والأس بتاع الرمز. هنا إم وهنا إم. هنا الأس 2 وهنا الأس 2، فبالتالي الحدين دول متشابهين. 5 و9. الأعداد بتكون حدود متشابهة. الأعداد بتكون حدود متشابهة. R أس 3 وR أس 3. الرمز هنا R والرمز هنا R. الأس هنا 3 والأس هنا 3، يبقى الحدين دول متشابهين.
باختصار شديد الرمز هو الرمز والأس هو الأس، يبقوا الحدين متشابهين. الحدود الغير متشابهة زي 3x و2y، هتلاحظ هنا x وهنا y، دول مش متشابهين خالص، ده x وده y، فكده دول حدين غير متشابهين. 8m و8n، هنا m وهنا n، المتغير مش زي المتغير أو الرمز مش هو الرمز. طيب العدد 8 والعدد هنا 8، ما يهمناش العدد، لو هنا 8 وهنا 8 ملناش دخل، احنا اللي يهمنا الرموز، هنا ام وهنا ان، دول مختلفين مش شبه بعض، فالحدين دول غير متشابهين. 7 واي تربيع و7 واي تكعيب، اللي عليها أس 2 بنقول عليها تربيع، واللي عليها أس 3 هنقول عليها تكعيب. الرمز هو الرمز بس الأس مش هو الأس، هنا أس 2 وهنا أس 3، هنا تربيع وهنا تكعيب، فبالتالي الحدين غير متشابهين على الرغم ان العددين شبه بعض، المعاملين شبه بعض، لكن احنا اللي يهمنا الرمز. الرمز شبه الرمز بس الأس مش شبه الأس، ده تربيع وده تكعيب، دول غير متشابهين. هنا 6 وهنا إكس، احنا اللي يهمنا الرموز، هنا في إكس وهنا مفيش، دول حدود غير متشابهة. يبقى الحدود المتشابهة الرمز هو الرمز والأس هو الأس، الغير متشابهة هيكونوا مختلفين. ناخد مسائل على الحد الجبري وأنواع الحدود. السؤال بيقول اكتب الحدود المتشابهة إن وجدت 2x و6y و3x. عايزين نكتب الحدود المتشابهة. هتلاحظ هنا في x وهنا في x، الرمز نفس الرمز، هنا أس واحد وهنا أس واحد، والأس نفس الأس، فنقدر نقول إنه 2x و3x حدود متشابهة. هنا y ده مختلف عنهم، الحدين اللي شبه بعض 2x و3x، هم دول الحدود المتشابهة، 2x و3x. طيب رقم 2 3y و2xy وسالب 5yx و8x. هتلاحظ هنا في xy وهنا في yx، xy هي yx، دول مضروبين في بعض، عملية الضرب إبدالية، نقدر نبدل الأماكن عادي، yx هي xy، الرمز هنا x والرمز هنا x، الأس هنا واحد والأس هنا واحد، الرمز نفس الرمز والأس نفس الأس، هنا y وهنا y، الرمز نفس الرمز، هنا أس واحد وهنا أس واحد، والأس نفس الأس، فنقدر نقول إنه 2xy وسالب 5yx دول حدين متشابهين، 2xy وسالب 5yx. رقم 3 8m و5x وسالب 3y، هنا m وهنا x وهنا y، ولا واحد فيهم شبه الثاني، فكده مفيش حدود متشابهة، أقول له لا يوجد. السؤال ممكن يجيك بشكل مختلف ويقول لك أي مما يلي حدان جبريان متشابهان، سؤال اختيارات ويديك 4 اختيارات. الاختيار الأول 2x وسالب 2x تربيع، هنا x وهنا x تربيع، الرمز نفس الرمز بس الأس مش نفس الأس، هنا الأس واحد وهنا الأس 2، فكده اختلفوا في الأس، يبقى الحدين دول غير متشابهين. رقم ب 3a و8a، هنا a وهنا a، الرمز نفس الرمز والأس هنا واحد والأس هنا واحد، والأس نفس الأس، فدول حدين متشابهين، هو ده الاختيار الصحيح. طيب رقم ج 7x و7، هنا في رمز وهنا مفيش، فدول حدين غير متشابهين، x تربيع وy تربيع، هنا x وهنا y، دول حدين غير متشابهين، الرمز مش نفس الرمز. تعالوا نشوف المقدار الجبري. المقدار الجبري، المقدار الجبري بيتكون من حد جبري أو أكثر، هتلاقي فيه حد جبري واحد أو أكثر من حد، لو كانوا أكثر من حد
هيكون بينهم زائد وناقص. المقدار الجبري بيتكون من حد جبري واحد أو أكتر من حد، زي المقدار 3x موجب 5y سالب 3xy موجب 2. المقدار اللي قدامك ده بيتكون من مجموعة حدود اللي موجود بينهم الزائد والناقص. ادي الزائد وادي ناقص وادي زائد. الحدود اللي معانا هنا 2 و3xy و5y و3x. كم حد دول؟ دول 4 حدود. فلما يسألك عن عدد الحدود اللي موجودة في المقدار هتقول له 4 حدود. لو سألك عن الحدود الثابتة، الحدود الثابتة الأعداد اللي موجودة في المقدار. أي عدد موجود من غير رمز زي الاتنين هيكون حد ثابت. طالما ما فيهوش رمز يبقى هو حد ثابت. فالحدود الثابتة هنا ما فيش غيره الاتنين. الحدود المتشابهة، ممكن يسألك عن الحدود المتشابهة في المقدار. هنا x وهنا y وهنا xy وهنا 2، مفيش ولا واحد فيهم شبه التاني، الرموز مختلفة، وهنا 2 ما فيهوش رمز، يبقى الحدود المتشابهة لا يوجد، مفيش حدود متشابهة. لو سألك عن معاملات الحدود، المعامل هو العدد اللي موجود قبل الرمز. الحد الأولاني 3x، المعامل بتاعه هو 3. العدد اللي موجود قبل الرمز هو المعامل، والإكس هو المتغير. المعامل هو 3 والإكس هو المتغير. الحد الثاني موجب 5y، المعامل بتاعه هو موجب 5. العدد اللي موجود قبل الرمز سالب 3xy، المعامل بتاعه سالب 3، هتاخده بشرطه. العدد اللي موجود قبل الرمز هو سالب 3، هتاخده بشرطه ما تنساش. يبقى المعاملات اللي موجودة معانا 3 وموجب 5 وسالب 3، هم دول المعاملات اللي موجودة في الحدود. من المقدار الجبري 4x موجب 3y سالب 8xy سالب 6. اكتب رقم 1 عدد حدود المقدار. المقدار اللي قدامك ده فيه كام حد؟ عايز يعرف عددهم. 4x هو أول حد، 3y الحد الثاني، سالب 8xy الحد الثالث، سالب 6 هو الحد الرابع. يبقى المقدار ده فيه 4 حدود. عايز يعرف الحد الثابت. الحد الثابت هو العدد اللي موجود من غير رمز. السالب 6 موجود لوحده من غير رمز، وهتاخده بشرطه. الحد الثابت العدد اللي موجود من غير رمز سالب 6. معامل xy، المعامل هو العدد اللي موجود قبل الرمز. عايزين معامل xy يعني المعامل اللي موجود قبله. ادي الاكس واي، مين المعامل بتاعه؟ المعامل بتاعه سالب 8، هو العدد اللي موجود قبل الرمز هو المعامل، يبقى المعامل بتاع الاكس واي هو سالب 8. رقم 4 المتغير الذي معامله 3. عايز يعرف المتغير اللي معامله 3، يعني اللي موجود قبله 3. مين المتغير اللي موجود قبله 3؟ ال3 واي. المتغير هو الواي والمعامل هو ال3. هو بيسألك عن المتغير، فهتقول له المتغير هو واي، وهتقول له 3 واي. المتغير هو الحرف الرمز، والمعامل العدد اللي قبله. لو سألك عن المعامل هتقول له 3، ولو سألك عن المتغير هتقول له واي. هو هنا بيسألك عن المتغير، المتغير اللي معامله 3 هو واي. تعالوا نشوف آخر فكرة معانا في الدرس، وهي تبسيط المقدار الجبري. آخر فكرة معانا في الدرس تبسيط المقدار الجبري. لو كنتم مستفيدين بالحصة أتمنى نعمل لايك واشتراك في القناة وشير للفيديو عشان محتوانا يوصل لأكبر عدد من الناس. بيقول لك اكتب المقادير الجبرية التالية في أبسط صورة. رقم 1 7m سالب 2n سالب 7m موجب 1. عايز أكتب المقدار ده في أبسط صورة. عشان أكتب المقدار في أبسط صورة هجمع الحدود المتشابهة. عشان تكتب أي مقدار في أبسط صورة هتجمع الحدود المتشابهة. عندك هنا 7m وهنا سالب 7m،
دول حدين متشابهين، 7m وسالب 7m معكوس جمعي، ده موجب 7m وده سالب 7m، أي عدد زائد معكوسه الجمعي بيساوي صفر، فكده 7m وسالب 7m هيساوي صفر، هنشطب عليهم هما الاتنين، هيتبقى معانا في المقدار سالب 2n وموجب 1، دول حدود مختلفة ما نقدرش نجمعهم، هننزلهم زي ما هم، هينزل سالب 2n موجب 1، والمقدار ده كده في أبسط صورة، الحدين دول مختلفين، طالما ما فيش حدود متشابهة يبقى هو في أبسط صورة. طيب رقم 2، 5k سالب 3 مضروبة في القوس، عشان نقدر نكتب المقدار ده في أبسط صورة لازم نفك القوس، السالب 3 مضروب في القوس، يبقى لازم نمسك السالب 3 نضربه مرة في 2k ومرة في سالب 4، هنضرب سالب 3 في 2k ونرجع نضربه في سالب 4. طيب ال 5k ينزل زي ما هو، ادي 5k سالب 3 في موجب 2k، سالب في موجب هيساوي سالب، و3 في 2k ب 6k. طيب هضرب سالب 3 في سالب 4، سالب في سالب هيساوي موجب، و3 في 4 بتساوي 12، المقدار اللي قدامك ده فيه حدود متشابهة، ال 5k وسالب 6k دول حدود متشابهة نقدر نجمعهم، 5k وسالب 6k، واحد بالموجب وواحد بالسالب، هاخد إشارة الكبير وهطرح، الكبير فيهم هو الستة، إشارته سالب، هناخد إشارة الكبير ونطرح، 6 ناقص 5 بيساوي 1، فهيبقى 1k، بس الواحد المعامل ما بيتكتبش، فهيبقى سالب k على طول. طيب زائد 12 هنزلها زي ما هي زائد 12، يبقى المقدار ده في أبسط صورة هيكون سالب k زائد 12. نروح لرقم 3، عندك قوسين وفي عدد مضروب في القوس، وهنا في عدد مضروب في القوس، هنمسك الثلاثة اللي بره القوس دي نضربها مرة في 2x ومرة في سالب 5، وهنمسك السالب 4 اللي بره القوس نضربها مرة في x ومرة في سالب 6، نضرب 3 في 2x، 3 في 2 ب 6 والاكس ينزل، 3 في 2x بيساوي 6x. طيب موجب في سالب، موجب في سالب بيساوي سالب، و3 في 5 بتساوي 15، سالب 4 في x، سالب في موجب بسالب، و4 في x ب4x، سالب في سالب بيساوي موجب، و4 في 6 بتساوي 24. الحدود المتشابهة، هنا في 6x وهنا سالب 4x، هما الاثنين حدود متشابهة نقدر نجمعهم، ده موجب وده سالب، إشارة الكبير ونطرح، إشارة الكبير فيهم الستة إشارته موجب، و6 ناقص 4 بتساوي 2، فيبقى موجب 2x، السالب 15 والموجب 24، الأعداد حدود متشابهة نقدر نجمعهم، ده سالب وده موجب، ناخد إشارة الكبير ونطرح، الكبير ال 24 إشارته موجب، هنزل الموجب، و24 ناقص 15، 24 ناقص 15 بيساوي 9، الناتج في النهاية 2x زائد 9، دول حدين مختلفين ما اقدرش اجمعهم، فكده المقدار ده في ابسط صورة، سالب x موجب 2y سالب 8y موجب 5x موجب 7، هنجمع الحدود المتشابهة عشان نكتبه في أبسط صورة، عندك هنا سالب x وعندك هنا موجب 5x، دول حدود متشابهة نجمعهم، واحد بالموجب وواحد بالسالب، ناخد إشارة الكبير ونطرح، الكبير فيهم الخمسة إشارته موجب، فالناتج يطلع بالموجب ونطرح، هنا معامل الإكس واحد، فهنطرح 5 ناقص 1، 5 ناقص 1 بيساوي 4، يبقى 4x، عندك هنا موجب 2y وعندك سالب 8y، هما الاثنين حدين متشابهين نجمعهم عادي، ده موجب وده سالب، إشارة الكبير ونطرح، الكبير فيهم الثمانية إشارته سالب، ونطرح 8 ناقص 2 بتساوي 6، فيبقى سالب 6y، عندك هنا موجب 7
بس ما فيش معاه حد تاني شبهه، فهينزل زي ما هو، موجب 7. المقدار 4x سالب 6y موجب 7. ال3 حدود مختلفين، فكده هو في أبسط صورة. وبكده إحنا خلصنا الحصة بتاعتنا النهاردة، وأشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.